السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول: من يوم ما جوزي مات ما رحمنيش صاحب العمارة اللي أنا ساكنة فيها. عمل معاه إيه؟ شوفوا معايا الفيديو للنهاية عشان فيه مفاجآت كتيرة، بس فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل إشعار فيديو جديد ننزله، وتعليق حلو كده جميل من قلوبكم الجميلة. صاحبة الحكاية بتقول: أنا كنت متجوزة جوزي جواز صالونات، بس كان نعم الراجل بمعنى الكلمة، كان معوضني عن كل حاجة، كان مكفي بيته على أكمل وجه، كان بيتمنى لي الرضا أرضى، كان شغال هو مقاول في المباني والحاجات دي، وكان بسم الله ما شاء الله راجل كسيب، وكان بسم الله ما شاء الله مش مخليني محتاجة أي حاجة ولا محتاجة لأي حد. كان من حبه ليا كان بيتمنى لي الرضا أرضى، لدرجة إن أنا كان كل يوم لما يطلع شغله كان يجيب لي الاكل جاهز، وكان يقول لي ما تتعبيش نفسك، انا هجيب لك احسن اكل وانا جاي، وكان مريحنا على الاخر. غير كده كان ساعدني وساعد ولادي وكان بسطني. انا من حب في جوزي والامكانيات اللي كانت جميله ومساعدانا انا خلفت 4 عيال ورا بعض، معايا بنتين وولدين، لان الحمد لله كنا ميسورين الحال، وكان جوزي راجل كسيب، وكان بسم الله ما شاء الله اللي بيدخله كان بيصرفه علينا، وكان بيحطه تحت رجليا، وكان بيتمنى لي الرضا ارضى. ما عملتش حساب لليوم الكارثه اللي هحكي لكم عليه دلوقتي، بس للاسف ما كناش بنعين للزمن، كان اللي بيجي نصرفها اول باول. كنت بتمنى اليوم الاجازه بتاعته اللي ما كانش بيبقى فيه شغل، واحيانا كان ياخد بالاسبوع اجازه، كان بياخدنا انا وولادي نقضيه في شرم. احلى عيشه واحلى راحه واحلى حياه عشتها مع جوزي. انا وجوزي قعدنا 10 سنين متجوزين، يعتبر سنين العمر كلها الجميله كانوا في ال10 سنين دول. انا وولادي جايباهم ورا بعض بين كل عيل وعيل سنه ونص كده، سنتين. المهم يقدر الله ان انا في يوم قاعده في البيت في امانه الله، وقاعده بسمع التلفزيون، جالي اتصال على التليفون: انت جوزك فلان؟ قلت لهم ايوه. قال لي للاسف جوزك وقع من على السقاله، هو اصلا مقاوله كان بيقف على السقاله يعمل شغل المعمار، وقع من على السقاله الدور الثالث وحالته خطره، والوقت في المستشفى ونقلناها العنايه المركزه. انا جوزنا وقع من على السقاله، جريت زي المجنونه، يمكن جريت لبست فرده وفرده، يعني لبست شبشب لون والشبشب التاني لون، وبقيت حاطه الطرحه على جلابيه البيت على العبايه البيتي، وبقيت اجري في الشارع زي المجنونه اوقف اي تاكسي. وفعلا على ما وصلت للمستشفى لقيتهم بيقولوا لي الدكتور اول ما شافني قال لي: انت مراته يا مدام؟ قلت له ايوه انا المدام بتاعته. طيب جوزي في ايه اللي جراله؟ قال لي ده واقع من الدور الثالث من على السقاله، ولما وقع على المخ، على دماغه يعني، فجاله نزيف حد في المخ، والنزيف مش راضي يتوقف، وبصراحه الحاله حرجه. مفيش عدى عليه 24 ساعه كان توفى في الحال. جوزي توفى وانا ساكنه في برج عماره يعني راقيه جدا في القاهره، كان ايجارها في الشهر 5000 جنيه. احنا كنا ميسورين الحال، وكنا ما شاء الله عايشين عيشه مرفهه. بس المشكله لما جوزي مات ما سابليش ولا جنيه، ما سابليش الا ذهب، حاجات انا كان لما يقول اجيب لك دهب كنت اقول له لا، نتفسح ونهيص ونشتري ونروح شرم ونجيب هدوم ونجيب مش عارف ايه. عمري ما عملت حساب للزمن. كان معايا حتتين دهب كده. المهم بعد ما مات رحت بعتهم، وبدأت ان انا اصرف بيهم على 4 عيال اكل وشرب، وبصراحة ما كانوش بيعملوا لي حاجة. فضل الايجار متراكم عليا، وصاحب العمارة مش عاتقني، كل شهر يجي لي يخبط على الباب يقول لي فين الفلوس؟ انت ما تنسيش يا مدام ان انت دلوقتي دخلت على شهرين وما دفعتش الايجار، وبقى المبلغ كبير عليكي، انت دلوقتي بقى عليك 10,000 جنيه، والعداد بيعدوا كل شهر الفلوس هتتجمع عليك وانت مش هتقدري تسديها. لا تسديها، لا تشوفي لك سكن تاني، بس قبل ما تطلعي وتخلي المكان لازم تسدديني الفلوس اللي انت عليكي دلوقتي اللي هم ال10,000 جنيه. طب معلش ممكن تطولني، انا ظروفي صعبه، انت عارفه ان جوزي توفى وانا ما باليد حيله، و4 عيال عايزين اكل وشرب، والله انا بدات ابيع عفش بيتي. قال لي ماليش فيه، مش ذنبي، انتي قاعده في شقه محترمه يا هانم، وكل اللي مستاجرين عندي بيدفعوا ملتزمين، انا مش هتحمل مسؤوليتك او ظروفك، ما انتش قد الايجار، ادفعي اللي عليك وروحي اسكني في احياء شعبيه وخدي لك اوضه وصاله، انا ماليش فيه، مش هقدر احل لك مشكلتك. المهم في يوم
جه طبعا كان عدى عليا شهرين وبقى عليا 10,000 جنيه. جه في الشهر الثالث انا بقيت اندب حظي واعيط واتصل على اهلي معكوش فلوس سلف. يقول لي منين؟ ما انا اهلي برضو ظروفهم على قدهم وكل واحد شيلته بالعافيه. لقيته بيخبط على الباب وبيرزع على الباب. انا ساعتها كنت في الحمام، لقيت ابني الكبير مفزوع كده بيقول لي ماما ماما. ابن الكبير عنده في حدود 9 سنوات كده. الحقي يا ماما الحقي الراجل صاحب العماره. وابص من العين السحريه وقفت على الكرسي عمال يخبط على الباب وهيكسر الباب. انا زي المجنونه من كتر ما بيرزع على الباب طلعت بعبايه شفافه او عبايه طاقي كده يعتبر لابساها كده وخلاص، وقمت لفه شعر في فوطه وقمت جاريه على الباب. ما بقتش قادره افكر ان انا حتى استتر لبسي باسدال صلاه او باي حاجه. ما انا طالعه اشوف التريلا اللي عماله تخبط على الباب وهتكسر الباب ده وهتفرج علينا العماره. قمت فاتحه الباب وقمت قايله له ايه خير؟ قال لي فين؟ انا عايز فلوس الايجار. قلت له طيب واللي يخبط يخبط بالطريقه دي؟ قال لي بيتي وانا حر فيه، كفايه انني سايبك ومش راضي اطردك. المهم قام باصص لي من فوق وتحت ولقى العبايه عليا كانت شبه عاريه، وبص لي بنظره غريزه حيوانيه كده، ولقيته عمال يبص لي من فوق لتحت. وانا طبعا مش كنتش واخده بالي من نفسي لان كنت طالعه مستعجله من فزع العيال من التخبيط. انا طلعت اشوف ايه اللي هيكسر الباب ده. ما بقتش قادره افكر ان انا اغير ملابسي او البس ملابس لائقه للوضع اللي انا فيه. المهم لقيته بيبص لي كده فبيقول لي لقيته بيبص لي بنظره شهوانيه كده، ولقيته بيقول لي لا على راحتك خالص، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، ما تقدريش انا تحت امرك. عامه انا هزورك بكره، احتمال اجيلك بكره واطمن عليك وعلى العيال. ساعتها حسيت ان هو بص لي بنظره طمع. المهم قلت له يعني ايه يعني بتقول ايه؟ قال لي يعني انا مش ضاغط عليك، الله يكون في عونك، مسؤوليتك صعبه، انا براحتك خالص، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، وانا ما تقدريش اشيله انا عنك. انا بكره هاجي واطمن عليكي واطمن على العيال. قام تاني عشان الحوجه وعشان الظروف الماديه قلت له خلاص ما فيش مشكله اللي انت شايفه يا حاج. الراجل ده كبير في السن، يعني في حدود 55 سنه، وانا في الوقت ده كان عندي 35 سنه. المهم قمت انا داخله اوضه النوم بتاعتي، قلت اما اشيل الفوطه اللي على راسي واسرح شعري كده والبس لبس كويس. ببص في المرايه قلت ايه القرف اللي انا فيه ده؟ ده انا كنت عامله زي العريانه بالظبط، وانا طالعه ازاي بالطريقه دي؟ ده انا جسمي كاني مش لابسه حاجه. ده اتبن الراجل بصلي بنظره شهوانيه وطمع فيا وهيجي بكره بقى فاكر ان انا من اياهم وكده. طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله، استنى بكره يجي وقابله واشوف عايز مني ايه. فعلا تاني يوم لقيته جاي حوالي الساعه 11 بالليل في وقت متاخر. استنى لما العماره هدت كده ونامت، وده اللي كان الغريب بالنسبه لي، ما هو مش متعود يجي لي في الوقت المتاخر ده. لقيته جاي بزياره كبيره، اكلات وشرب وتسالي ولحوم وفراخ، تسويقه تتعدى 5000 جنيه يمكن اكتر. فبعدين لقيته بيخبط على الباب وجايب واحد من اللي هم يعني العمال بتوعه او اللي هم شغالين معاه. قال لهم طرقني بس لغايه باب الشقه وامشي. انا ببص من العين السحريه لما الجرس ضرب لقيت حاجات كتيره قدام باب الشقه، انا ما بقتش عارفه دي ايه. بفتح الباب بقول له ايوه يا حاج، وطبعا قابلته بلبس محترم جدا، عبايه بيتي وعليها خمار او شبه الاسدال كده بتاع الاسلامي، وقمت مقابلاه اتفضل يا حاج. بس لقيته لابس الحته اللي على الحبل ومتعطر ومش عارف وجاي وعينيه مش مظبوطه، عينيه بتدل ان هو جاي لي نظره طمع، مش جاي نظره عاديه، يعني عايز مقابل. المهم في الوقت ده قلت له اتفضل يا حاج نورتني، اتفضل انت ليه تعب نفسك؟ قال لي حاجات بسيطه للعيال، البيت بيصرف والعيال بتعوز، الله يكون في العون. قلت له ما كانش ليه داعي ان انت تجيب حاجه كده، الحساب هيجمع علينا وانت كده بتزود عليا الديون. قال لي لا دي حاجه للعيال، ما انا في مقام باباهم. المهم مقام باباهم ده انت في مقام جدهم. المهم ما علينا. قمت انا قايل له بس الحاجات دي كتيره قوي. بفتح في الكراتين لقيته جايب حاجات شيء وشويات. وبعدين قال لي بكره هاتي لي مقاسات العيال اشتري لهم ملابس، العيال لبسهم مش حلو عليهم. المهم قلت له لا ما تتعبش نفسك، بصراحه الهدوم كتيره هنا والحمد لله مستوره، هي بس موضوع الفلوس بس تطولني فيها على ما اشوف شغل واشتغل، وانا ان شاء الله اسددك لو كل شهر قسط بقسط لغايه ما اخلص اللي عليا، واحاول بقدر المستطاع ان انا اشوف لي سكن محدود على قدي، يعني ما يبقاش مكلف عشان اقدر اشتغل واسد اللي عليا واقدر ان انا اقوم بمصاريف عيالي. قال لي شغل ده انت ما شاء الله جوهره، انت عايزه اللي يرقيكي ويهتم بيكي ويديكي، انت تاخدي ما تديش.
قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ما تشيليش اي هم، انا 3 ايام كده وهجيلك اطمن عليكم. المهم قلت يا مجية السودا دي اكيد الراجل ده القلعبان ده ورا منه حاجه. المهم فعلا جه ولقيته قام جاي بعد 3 ايام وجايب معاه تسالي ومشروبات وحاجات كتيره. فبعدين بقول له ايه ده؟ قام قايل لي شويه تسالي كده ومكسرات وشويه شوكولاتات للعيال وحبه فاكهه. قلت له طب انت تعب نفسك ليه يا حاجه وجايب كده؟ قام قايل لي مش هجيب الا اغلى منك انت والعيال، بصراحه انت بقيتوا مسؤولين مني، بس انا ليا عندك طلب. قلت له اؤمر يا حاج. قال لي انا شايفك ان انت ست جميله قوي وبصراحه داخله مزاجي وعجباني. قلت له يعني ايه داخله مزاجك وعجباك؟ قال لي يعني فهمها بقى، انت ست جميله ومحتاجه اللي يشيل عنك ويصرف على البيت ويصرف على العيال، وانت عندك امكانيات تحل من على المشنقه، بس ما تنسيش ان انا عندي زوجه تانية، ومراتي لو عرفت ان انا على علاقه بحد او بعلاقه بواحده ده ممكن تجيب اجلي. قلت له يعني ايه؟ قال لي إيه خدي الفاكهه دي اغسليها وهات شويه تسالي. ولقيته جايب يعني شبه خمره كده وبيقول لي وظبط لنا المشروبات دي وتعالي نقعد مع بعض على راحتنا. المهم انا في الوقت ده الشيطان ركبني. طيب الوقت اطرده وانا عليا الوقت كمبيالات او عليا ديون يجي 15,000، ولا العيال اللي عايزين ياكلوا ويشربوا وانا ما عادش معايا فلوس، ولا اعمل ايه؟ المهم قلت يا بنت خشي المطبخ واعملي اللي هو عايزه. فعلا طلعت خمره وطلعت حاجات تسالي ومكسرات وغسلت فاكهه. ولقيته بيقول لي ما تلبسي حته خفيفه كده حلوه زي اللي انت كنت لابساها بس تكون ميدي شويه وقصيره. قلت له انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي اما باصص لي كده ما قال لي ايه هعوز ايه؟ الجمال بيحب الجمال اللي زيه، وانت بصراحه داخله مزاجي وعاجباني، بس قومي روقنا كده وفرفشنا الجو وحاولي تشوفي عيالك ناموا ولا لا. المهم بصيت على عيالي فعلا لقيتهم نايمين. المهم فعلا دخلنا اوضه النوم ولبست خفيف ومش يعني مشيت ورا شطاني وشطانه لغايه ما حصل بينا علاقه مش كويسه. المهم في الوقت ده طبعا لقيته سايب لي مبلغ مالي على السرير كده، ولقيته بيقول لي كل 3 ايام او 4 ايام هجيلك، وانت عرفت بقى إيه تبقي تنيمي العيال واحاول اجيلك متاخر. انا في الوقت ده لما حصل بيني وبينه اللي حصل لقيت نفسي برجع وقرفانه من نفسي وقرفانه منه. بصراحه هو مقرف بس الحوجه وحشه، وكثره الظروف وكثره الخاطر بتاعت العيال وجوع العيال وقدامي ان انا شايله مسؤوليه مش قادره عليها خلتني اضحي بنفسي وبشرفي عشان خاطر اقوم بولادي واقوم بحياتي. طيب هعمل ايه المره الجايه؟ لقيت نفسي قرفانه جدا ومش عارفه اعمل ايه. المهم جه فعلا بعد 4 ايام يزورني كالعاده، ولقيته جايب برضه فاكهه ولحوم ومشويات وحاجات من دي، وجاي ولابس برضه ومتشيك وعايز برضه نفس الحركه اللي احنا عملناها زي المره اللي فاتت. في الوقت ده انا لقيت نفسي انا اصلا مش مبدئي كده، ولا انا اخلاقي كده، ولا انا يعني ديني يسمح لي بكده. انا الظروف الماديه اللي كسرتني وجرحتني وجبرتني ان انا اتنازل، بس انا مش معنى كده ان انا اكون لحم رخيص واخلي واحد حيوان زي ده يستغل ظروف الماديه اللي انا فيها، يستغلني اسوأ استغلال او يعاملني يعني معامله بنات الليل. فلما جه ولقيته بيضرب الجرس وفعلا فتحت له الباب وكنت لابسه يعني لبس حشمه جدا، فلقيته بيقول لي ايه خدي من ايدي انا جايب حاجات النهارده بزياده عشان العيال يتبسطوا ويفرحوا وفلوس تكفي لغايه ما اجي المره الجايه واجيب لك اكتر منها. قلت له وفر فلوسك ووفر حاجتك ووفر مجايبك، انا ما عدتش محتاجه لحد. انا لو هروح استلف او اخد كارد بضمان لو هبيع كليتي انا هديك كل فلوسك على اكمل وجه والله يستر عليك ويستر عليا. قال لي يعني ايه الكلام ده؟ انت تعرفي ان انت مديونه دلوقتي ب25,000 جنيه ايجارات، وغير كده هتصرفها على اولادك منين؟ قلت له ربنا يغنيني عن الحرام. المهم قال لي ايه طب بس انت الشيطان راكبك النهارده ليه كده؟ قال لا. قلت له لا الشيطان مش راكبني، ده الملاك الحارس اللي نازل من عند ربنا هو اللي حميني. وانا المره اللي فاتت يعني الوضع اللي حصل بيننا وبين بعض خلاني طول ال3-4 ايام دول ارجع وقرفانه من نفسي وقرفانه من البيت وقرفانه من حياتي وقرفانه منك شخصيا، لو سمحت خد حاجاتك واطلع بره. لقيته بيقول لي يعني انت عايزه ايه؟ قلت له والله عجبك تتجوزني لو عرف حتى وب2 شهود نتجوز، مش عجبك يا دار ما دخلك شهر خد بعضك وبالسلامه وخد حاجتك
وانا مش عايزه اشوفك هنا، عايز تشتكيني في الشرطه اشتكيني، عايز تحبسني بالوصولات اللي عليا بتاعت الايجارات، كان بقى انا ما عنديش اي مشكله، انا عندي اتحبس وانام على البلاط ولا اني اسلم نفسي للشيطان. المهم بعد كده اللي حصل ان انا طبعا حطيت قدامه شرط، لا اما يمشي معايا بالحلال بجواز عرفي، لا اما ما يدخلش بيتي ان شاء الله حتى اتسجن. ما انا مش هفضل اعيد كرة الغلط وامشي تبع الشيطان، انا برضو بخاف ربنا ومش وش كده. المهم بس انا قلت لنفسي لو الراجل ده عشان هو كبير في السن، لو جه منه سكه ووافق فعلا يجوزنا عرفي، هبقى عارفه ان هو هيبقى جواز نزوه وبرضه هيرميني، وفي نفس الوقت مراته لو عرفت هتخليه يطلقني غصب عني. فكرت في حيله ذكيه كده ان لازم اامن لنفسي واامن لاولادي، ما هو راجل برضه استغلاله قذر، لازم اطلع منه بفايده تامن لي وتامن لعيالي، عشان لو رماني بعد كده ما بقاش نزوه لاي حد واطمع اي حد فيا، وكنا طالعه منه ساخ سليم ومامنه لنفسي ومامنه لعيالي، وابقى عايشه كده بعد كده مش شايله الهم. المهم جاي لي تاني يوم لاني برضو بصد وبقول له انت ايه اللي جابك تاني؟ طبعا اللي جرب العسل عايز يتوق تاني. انا بالنسبه لي ست جميله وجسمي حلو وواثقه من نفسي ان انا داخله مزاجه، قلت بقى اجي على نقطه ضعفه ده واضغط عليه لغايه ما يستسلم ويديني اللي انا عايزاه وبرضو بالحلال. المهم جالي تاني يوم لاني برضو بصد في وشه، وجاب لي الحاجه وقال لي خديها. طبعا الزياره اللي احنا اتشكلنا فيها او ان انا طردته فيها كان جايب حاجات كتير ما رضاش ينزل بها، انا قلت برضو اهو انا طردته وخير يا بركه اللي جه منه احسن منه، وخدت الحاجه. جه برضو لما جه تاني لقيته بيقول لي ايه انت برضو لسه شيطانك راكبك؟ قلت له الملاك اللي راكبني مش الشيطان، عايزني بالحلال جواز عرفي ب2 شهود وبمهر وبشبكه وتامن لي وتدفع لي مبلغ معين، ما انا برضو مش واثقه منك ومش ضامنه ان مراتك تطلقك مني. يبقى انا ساعتها امنت لنفسي، وساعتها برضو انت مش هتاخدني رخيصه وترميني رخيصه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت لو عايزني يا حبيبي تدفع لي شبكه حلوه وتحط لي مبلغ مالي في البنك وتتجوزني عرفي ب2 شهود ان شاء الله يكونوا بره البلد بارقام بطايقهم، وساعتها ادلعك احسن دلع وعيشك مالك كده على العرش. قال لي يعني كده؟ قلت له، قال لي لا بس انت عارفه ان انا لو اتجوزتك مراتها هتعمل فيا وتسوي فيا، انت عارفه هي بنت مين وقادره وبنت اكبر تاجر في البلد. قلت له ماليش فيه، عايزني كان بها عرفي، مش عايزني كفايه ان ما بقولكش رسمي ومأذون وفرح وروايات من دي. قام قايل لي ايه؟ لا انت برضو ما انتش جايه معايا سكه، ولقيته برضو لوي وشه كده وسايب الحاجه ومشى. قلت في 60,000 داهيه تاني. المهم قعد 10 ايام وطبعا ما جابليش لا زياره ولا مصاريف، وكان بيكسر عيني بالحته دي. جه لقاني برضو ماشيه اموري بالحاجات اللي كان جايبها وعايشه برضو على اكمل وجه وبسطه ولادي. لقيته جاي يقول لي ايه برضو لسه راكبه دماغك؟ قلت له برضو مش هتنازل في الكلام، وعايزه اقول لك على حاجه، انا هخلي بكره السكن وشفت سكن تاني، وناس اللي هم الطيبين هيساعدوني في الايجارات، هيدفعوا لي 3 شهور مقدم، وعلى فلوسك انت واخد كده وصلات ارفع بهم وانا هعمل مع الحكومه كل شهر اديك مبلغ. قال لي يعني كده؟ قلت له يعني كده. المهم لقيته تاني يوم جاي يقول لي ايه انا مشتاق لك ومش عارف وعايز يعني تبقي جنبي، وانا بصراحه هموت عليكي، ومن اخر مره كنا مع بعض وانا هتجنن. قلت له يعني عايز ايه؟ قال لي خلاص نكتب ورقه عرفي. قلت له لا يا حبيبي، قبل ما تكتب ورقه العرفي تدي لي 500,000 جنيه احطهم في حسابي، عاجبك كنبه وتجيب لي 50 جرام دهب على الاقل في ايدي. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني تدي لي مهر وتدي لي شبكه كتير عليا، ما انت هتشوف معايا اللي عمرك ما شفته مع مراتك ولا مع اي واحده. قال لي يعني كده افكر وارد عليك. قعد 10 ايام ولقيته جاي ملحلح بقى ومستوي على الجنبين، فعلا لقيته جايب له 500,000 جنيه. رحت فتحت فيهم حساب في البنك وجاب لي 50 جرام وقعد معايا السنه متواصلين. مراته ما تعرفش ان انا متجوزاه عرف، وكنت بحاول استتر على الامر على قد ما اسحب منه على قد ما اقدر، ما هو انسان ندل ورخيص وبياع وممكن يبيعني في اي لحظه، ما هي جوازه نزوه بيع وشراء، بس لما تبقى بالحلال وجواز عرفي حتى لو حد دخل عليا ولا كده طلع الورقه، ولا ان امشي معاه في الحرام وتبقى قضيه زنا وتبقى برضو غضب ربنا. وفعلا قعدت معاه سنه ما قربتش لل 500,000 دول خالص، بالعكس كنت بسحب منه على قد ما اقدر وازود في البنك واخد منه ذهب على قد ما اقدر، وامنت نفسي وامنت عيالي وعرفت ازاي اخد منه على قد ما اقدر. وفي يوم كان حصل الكارثه اللي عمر ما حد يتوقعها، كانت مراته بتشك فيه ان هو بيرجع البيت وش الصبح، وكان بيبقى راجع لها مهدود وطبعا مقصر معاها،
وقفت هي واخواتها يراقبوه ويتبعوه لغايه ما عرفوا ان هو بيجي عندي في العماره، وقاموا جايين عليا الفجر كانوا هيكسروا الباب، ولقيت مراته بتصوت تفتح يا نادل، افتح الباب يا خاين. بفتح الباب بسرعه، كنت لابسه طبعا روب وقميص كده يعني بتاع البيت. جم يبص لقوا ايه فين الراجل اللي هنا، دخلوا على اوضه النوم لقوه نايم. ما رجعتش الا لما قالت له طلقها دلوقتي بالثلاثه، وخدوه بقوا يضربوا فيه على السلم. وفعلا قال لي انت طالق طالق بلا رجعه وطلقني. ولقيته طبعا هم بيقولوا لي انت ماشي في الحرام. قلت لهم لا يا حبايبي انا معايا متجوزين عرفي عشان خاطر انا مش عايزه معاش جوزي يتقطع. طبعا دي كدبه، جوزي ما كانش ليه معاش لانه كانش موظف في الحكومه، بس انا قلت لهم كده ان انا متجوزه عرفي. كان يتمنى يتجوزني رسمي. قالوا ارمي عليها يمين الطلاق واقطع الورقه دي. فعلا شد الورقه من ايده وقطعها وقام رمى عليها يمين الطلاق، والعقد كده يعتبر اتفسخ. قلت في 60,000 داهيه. بس لما اتطلقت منه ربنا نجاني، ولقيت نفسي مأمنه لنفسي. خدت الفلوس اللي معايا على الدهب اللي معايا، اشتريت شقه في منطقه كده محدوده يعني ب 300,000 جنيه، وبقيت الفلوس بتطلع لي فايده. اعيش ولادي احسن عيشه والحمد لله، مش محتاجه شغل. ومن فلوسه فتحت باب خير لولادي، وهو الحمد لله اتجوزته بالحلال بدل ما كان يستفرز بيا بالحرام ويبقى تمنها اكله وشربه وشويه فكه والاخر اخد بربنا. فانا امنت لنفسي بالحلال والحمد لله. انا دلوقتي عمري بقى 50 سنه، وولادي بسم الله ما شاء الله كبروا، اللي في الثانويه واللي في الاعداديه، وبسم الله ما شاء الله ولادي اتربوا على اكمل وجه. وقفلت باب عليا من ناحيه الرجاله، واللي سابهولي الراجل ده في البنك يعني بصراحة أمن لي وظبط أموري. والحمد لله دلوقتي أنا برضو شغالة في أتيليه يعني بالراتب الشهري، أأجر فساتين والحمد لله ربنا فتحها عليا من وسع. وكمان كل ما يجي لي عريس او اي حد يقول انا معجب بك عايز جواز حتى رسمي، اقول لهم ربنا يبارك في البنتين والولدين اللي عندي، مش محتاجين ان انا ادخل عنهم حد غريب يبهدلهم. طبعا دي كانت حكايتنا النهارده. ما تنسوناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.